قصيدة للأسف من أرض الواقع، قصة وحقيقة سمعتها مليانة حكمة وموعظة، حاجة لله العجب حسردها ليكم للعظة. وبطلها محمود الأمين، راجل تقي عنده الأمانة موفرة وأخلاق ودين، والحال ميسر ومقتدر، عنده الأراضي بلا عدد، وعنده بدل البيت 2، ومراته طيبة مأصلة حافظة الكتاب ومحافظة على الصوم والصلاة. جالهم ولد سموه خليل زي القمر، حلو وجميل، بس للأسف المخ كان فيه مبتلى. كبر الولد جميل وتفرح طلته، وقبل سن المدرسة الأم ماتت وخلته. ومحمود أبوه لقي ما يربي الولد اختار له زوجة من البلد، اختار دلال، ودلال ما تعرفش الحلال، طماعة غاوية جمع مال، عنديها رؤية معينة، عين على الأراضي وعلى الفلوس، وللود لا ما فيش مجال، والبنت لسه صغيرة وعن الصواب متحيرة، والنفس لو صابها الطمع لازم تكون متغيرة. وفي أول سنة شفت الهنا جابت 2، حسن وحسين، وكبروا العيال للمدرسة، والشيخ خليل كان روحه في أخواته 2، بيحبهم قد السما ويخاف عليهم من الهوى، وياما عليهم اترمى، لكن دلال تكره خليل وعن شوفته تتمنى العمى. شايف انه حيقاسم عيالها في الفلوس، واكيد ابوه حيفضل ويقول يتيم، ويسيبنا في قلب الجحيم اماره بالشر النفوس. وفي يوم سواد شبه الغراب جالها الشيطان وسوس لها ونوت الخراب، قالت خليل لازم يموت، والليلة قبل اليوم يفوت، وعيالي يورثوا لوحدهم أرض وبيوت، لازم يموت. كبرت في راسها المسألة، وجاها الشيطان عالشر أداها الأمل، نزلت وجابت سم حلتيت من العفي، واللي الجيران من سمه بيموت جمل، والصبح بدر اتحضر، والحج محمود راح يشوف الأرض اللي تخضر، وودت حسين ومعاه حسن للمدرسة وتفرغت، وللشيطان ضاعت الضمير وتشمرت، والرحمة غابت منها وتدمرت. حتى السما يومها بغيوم تلبدت رعد وبروق، والنخل ريح بتطوحوا، والعيال اللي في المدارس أخذوا أجازة وروحوا. عافى خليل عيل وبيحب العسل، شيطانة رحمة ما عندهاش، في المعصية ضربت مثل، جابت قزازة السم ايدها بتترعش، فضتها في طبق العسل. لقيت خليل ويا العيال بلعب هناك، ندهت عليه يا خليل كفاك، غسلت ايديه بيدها اللي نسيت ربها، قالت له فوق السفرة فيه حاجة من بتحبها، جبت العسل مخصوص عشانك يا غلا، كله اوعى تخلي فيه ولا خردلة، وانا رايحة بيت اهلي وراجعة لك دوام، وبعد ما تخلص اكل قيل ونام، وانا مش هغيب، ادخل سلام. دخل الولد وقبل ما يشوف الطعام سمع الاذان هز البلد، الله اكبر على الظلم، والله اكبر على اللي خان، الله اكبر على اللي ناوي على الاذى، الله اكبر على الجبان. رجع الولد قال الصلاة أو لا لدام الوقت حان، وأنا مش جعان، يعني الأكل حيروح لفين؟ طلع الولد وفي طلعته قابل حسن ومعاه حسين، أخذهم أجازة عشان ظروف الجو كان ماطر وشين. قال يا شقاقتي يلي قلبي بحبكم، هنا فيه عسل حنت علي بيه أمكم، رايح الصلاة وراجع دوام، كل الطبق من حظكم. صلى ورجع، وام الحصل قلبه اتقبض، شاف العجب، والام وصلت وكانها اتسمرت فوق العتب. لقيت خليل والدمع فوق خده انسكب، اخواته ماتوا وهو محتار في السبب، يحضن حسين ويسيب حسن، يحضن حسن ويسيب حسين، ويقول يا ربي وخدنا انا وخلي التنين، دول كانوا عزوتي والسند، كانوا لي قلب وكانوا عين. والأم شايفة وسامعة شيء لا يحتمل، والأمر أكبر من جلل، ما تحملت
جنت وصاب راسها الخلل، والصدمة كانت مرعبة وغير الجنون جالها الشلل. ما هو اللي بيزرع شر يحصد زرعته، وصل الجزاء بيكون على حسب العمل، أصل الجزاء بيكون على حسب العمل.